هو ليه الناس مش واثقه في العميد حسام حسن هيعمل اداء جامد قدام المنتخبات الكبيره؟ تعال انا اقول لك ليه. بص يا معالي الباشا، النهارده اللي حصل في ماتش بوركينا ده هو اللي مدي الطابع ده لاي حد بيتفرج على منتخب مصر. يعني النهارده احنا لعبنا ب 3-4-3، تمام. خط الدفاع كان محمد هاني اللي عمل ماتش كويس جدا، ورامي ربيعه وخالد صبحي عملوا اداء يعني مستوى محترم. نص الملعب اللي المفروض هو الرئه اللي بتوديك لخط الهجوم وتنقل لك الكره من الخط اللي ورا للخط اللي قدام، كان في مين؟ مروان عطيه واحمد نبيل كوكا، والاثنين دول على مستوى التنظيم او على مستوى المرونه في نص الملعب ان هم يمسكوا الكوره ويعرفوا يتحكموا في الريتم مش احسن حاجه، وعلى مستوى الخروج بالكره مش اقوى حاجه، لان هم ليهم خصائص تانية زي الدستورير وزي ان هم بيلعبوا هولدنج، الكلام ده كله فحط القصه دي على جنب. فهل مين اللي يقدر يوصل الكره من ورا لقدام؟ مفيش. انت بتلعب على التحولات والهجمات المرتده. طب لما عمر مرموش خرج، مين اللي كان يقدر يترجم لك كل الفرص دي اللي انت قدرت تصنعها في اخر 5 دقائق بعد ما عملت التغييرات في اخر 5 دقائق؟ ان المفروض التغييرات دي كانت تحصل من امتى؟ من اول الدقيقه 60. ليه اللي حصل؟ ان مصطفى محمد نزل، فمصطفى محمد كان بيقدر يخش كده وصلاح كان يقدر يصنع له، تمام، والجناح كان يجي بالطريقه دي وزي ما احنا شفنا. طيب ليه مصطفى محمد ما جابش؟ هقول لك انا ليه. لعيب الماتش اللي فات نزل يا دوبك دقايق معدوده فما تصنعلوش فرص. طب الماتش ده نزل في اخر 5 دقايق برغم ان عمر مرموش اتصاب، وعمر مرموش لما خرج مصطفى محمد ما نزلش. وحط على ده كله، حط على ده كله ان مصطفى محمد فقد تركيزه تماما قدام الجون مع منتخب مصر، لان هو بقى ادرك مليون في المية ان مهما تصنع له فرص ومهما تتعمل جمل من هنا ومن هنا الكرة هتجيله، هو دماغه مش قادرة تترجم ده. انت فاهم مقصد الكلام؟ طيب عشان كده انا بقول لك كل الناس او معظم الناس واخده انطباع ان المنتخب برغم اي جمل بتتعمل او اي جمل اتنفذت وجه منها جون في التصفيات، سواء اللعبه اللي بتتعمل هنا، المثلث اللي بيتعمل هنا، او صلاح بيخش هنا والجناح بيجي كده في خطه الاربعه، كله بيقول لك منتخب مصر قدام المنتخبات الكبيره مش هيقدر يعمل اداء جيد. انا بقى مستنيك انت في الكومنتات، لو احنا لعبنا المغرب، الكاميرون، السنغال، كوت ديفوار وغانا، ال5 منتخبات دول بالذات، هل احنا نقدر ان احنا نعمل اداء قوي ونسد قدامهم؟ ولا قدام المنتخبات دي انت ممكن تعمل اصلا اداء مفاجئ وتقول بص العميد راح بينا لبعيد؟ ده اللي انا مستني منك في الكومنتات.